ازيكم يا حبايبي، انا اميره وده مطبخي. احنا النهارده هنعمل بيتزا. ليه تشتريها يعني مادام ممكن تعمليها؟ بيتزا يا جمال وجمال، حاجه كده قطنيه جميله، طعم شكل يا جمال. انا جبت 4 كوبايات دقيق، ذره الملح، نص معلقه بيكنج باودر، 3 معلقتين 2 سكر، وذره الملح اهيت، ومعلقتين لبن باودر، وجبت كيس خميره فوريه خدت منه نص معلقه. قلبت كل المكونات الجافه ديت مع بعضها، وبعدين نزلت عليهم باللبن. كوبايه لبن، ال4 كوبايات خدوا كوبايه لبن ومعلقتين لبن كمان. عجنت العجينه كويس. عجينه طريه جميله، ممكن نعمل منها بيتزا، ممكن نشكل منها حاجات تانية كتير. جميل، العجينه جميله وقطنيه كده وجميله. انا جبت كمان ديت ما كانتش كوبايه مليانه، كانت يعني نص كوبايه وشويه كده. خدت منها معلقتين وسبت الباقي. دي معلقه سمنه ومعلقه زيت مسخناهم على البوتاجاز كده. بختم بهم العجينه بقى. الطريقه ديت في العجن بتبقى جميله، لما نضيف السمنه او الزيت في الاخر كده العجين بتخلي العجينه شكل تاني. كده العجينه بعد ما عجنتها بقت بالشكل ده. هنسيب العجينه بقى طبعا ترتاح شويه وبعدين نرجع تاني. انا بسلق الطماطم اللي انا هعمل منها الصلصه، بفتحها كده وبسلقها اديلها غلوه واشتري القشر منها وبعدين اهرسها زي ما حضراتكم شايفين كده، بتبقى جميله بقى. وجبت دوم فصين توم اهمت، 5 فصوص توم قطعتهم وبلونهم كده وانزل عليهم بالطماطم مع الملح، نص معلقه ملح مع نص معلقه سكر صغيره. الصلصه ديت بتبقى للبيتزا جميله، طعمها جميل وبتبقى جميله. الصلصه دي بتبقى مع البيتزا حلوه قوي. ريحه التوم بقى مع الطماطم كده بيبقى ايه يا جمال. كده العجينه بعد ما اختمرت بقت جميله ازاي. جبت صينيه، ضفت فيها زيت وضفت عليها العجينه، هخبزها زي ما حضراتكم شايفين كده، وهجيب شوكه اخرمها عشان ما تقبش في الفرن. بخرمها كلها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. انا خرمت البيتزا كلها اهي. هنضيف عليها الصلصه بقى اللي احنا عاملينها، اللي ممكن تحط كاتشب لو عايزه تحط عليها كاتشب، بس انا بصراحه الصلصه ديت بتبقى طعمها جميل اوي في البيتزا. ودي لحمه مفرومه انا معصجاها، وده فلفل واضيف عليها فلفل. ما بحبش الزيتون، اللي حابب يضيف الزيتون يضيف، بحبش الزيتون اضيفه على البيتزا. وديت جبنه موزاريلا، نوع الجبنه ده بصراحه نوعه جميل، حلو يعني. النوع ده جميل، انا مجربه وحلو. كده البيتزايه بتميل بسم الله ما شاء الله، لسه ما دخلتش الفرن وشكلها بيتكلم عنها. كده بعد ما خرجت من الفرن مفيش ولا اجمل ولا اروع من كده. ليه نشتريها بقى واحنا ممكن نعملها بالجمال والحلاوه ده في البيت؟ لا، احنا مش نشتريها، احنا نعملها في بيتنا، نخلي ريحه بيتنا معجنات وحاجات جميله كده. عيالنا يشتركوا معانا في الحاجات الجميله دي واحنا بنعملها، ونفرح عيالنا ونفرح احنا كمان معاهم. كل سنه وحضراتكم طيبين. وعمرنا مهما كان اما نعملها في البيت عمرها ما تتكلف زي ما جبناها من بره. ومن غير التكلفه بقى، اهم حاجه ان احنا اللي عاملينها، عارفين احنا عاملين ايه وحاطين ايه، اللحمه ايه والعجينه ايه وكده. وده الكاتشب ده احنا عاملينه مع بعض، بس الازازه عندي يعني من كنت جايبه فيها كاتشب قبل كده، بس انا لما بجيب بقى بطلعه من الفريزر بيفك وبفضيه في الازازه تاني. لكن الكاتشب ده اللي احنا عاملينه سوا. البيتزا بتتكلم عنها قطنيه قطنيه خالص، لونها جميل. سلام.